بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أكثر من 400 مليون عربي وأكثر من 1.4 مليار أفريقي بقول شكرا لمنتخب المغرب. كفيتم ووفيتم، كنتوا أسود بجد، رفعتوا راس بلدكم وراس الوطن العربي وقارة إفريقيا بالكامل وكل عشاق كرة القدم في العالم. الكل رفع ليكم القبعات. أداء بطولي، روح قتالية استثنائية، حماس بالزاف. غيرتوا خريطة كرة القدم في العالم، زلزلتم الأرض تحت أقدام منتخبات كبيرة وأسماء رنانة. شكرا للعملاق ياسين بونو، شكرا لمنير المحمدي ورضا التكناوتي، شكرا حكيمي وسايس وأكرد ومزراوي وعطية الله وداري واليامق وبنون، شكرا مرابط وأناحي وبوفال وأملاح والخنوس وشعير والصبري وجبران وزياش، شكرا بخلال والزلزولي والزعروري وجديرة وحمد الله والنصيري، شكرا لوليد الرجراجي وجهازه رشيد بن محمود وغريب أمازين وعمر الحراق، شكرا فوزي لقجع وكل أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم. الأسود التي أقنعت من البداية لما فرضت التعادل على المنتخب الكرواتي تاني مونديال العالم السابق، وبعدها تفوقت على المنتخب البلجيكي المصنف الأول أوروبيا والثاني على العالم، وصعدت بجدارة بعد الفوز على منتخب كندا المتطور جدا واللي تأهل للمونديال في صدارة منطقة كونكاكاف على حساب المكسيك وأمريكا. تخطي مرحلة المجموعات بعد غياب 36 سنة، هل ده كان كافي للرجراجي وكتيبة الأبطال اللي معاه؟ خصوصا أن المنتخب الأسباني كان المنافس في مرحلة خروج المغلوب. الإجابة كانت على ملعب المدينة التعليمية لما صمد منتخبنا العربي الكبير 120 دقيقة، أطاح بالماتادور الأسباني، وبعدها صنع المستحيل وكسب جاره البرتغالي بهدف النصيري، وتأهل لأول مرة في التاريخ، في تاريخ إفريقيا، للمربع الذهبي، وثالث مرة في تاريخ المونديال لمنتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أمريكا سنة 30 وكوريا الجنوبية في 2002. صحيح المسيرة البطولية دي وقفت قدام فرنسا في المربع الذهبي بعد ما اتخطفنا بجول في أول 5 دقايق، لكن رجعنا للمباراة وبقوة. ضيعنا التعادل في أكتر من محاولة في مواجهة حامل اللقب اللي بيضم نجوم قيمتهم بتزيد عن 1 مليار يورو. دروس كتير لازم نتعلمها من الملحمة اللي حصلت دي، سواء في الوطن العربي أو في قارة إفريقيا. لازم نثق في أنفسنا، لازم تثق في نفسك، تؤمن بقدراتك عشان تحقق هدفك. كان صعب علينا نحلم، مجرد حلم، إننا ننافس على لقب مونديال الكبار، لحد ما رفع منتخب المغرب أسود الأطلسي سقف الطموح، خلانا ننسى النغمة السخيفة بتاعة التمثيل المشرف ونكون راس براس مع الكبار. لأننا بالفعل حتى اسألوا قطر عن التنظيم اللي أذهل العالم وأكد إننا عندنا الكثير من الدروس اللي ممكن نقدمها للعالم جوه الملعب وبره الملعب.